الحل بتاع الاخوان واحنا في نهايه ان شاء الله يعني في نهايه المطاف يعني، والامور ابتدت تتضح وبتاع والكلام ده، الواحد بيسترجع كده وافكاره كده ويشوف المسائل ماشيه ازاي. زمان كانوا يقول لك الاسلام هو الحل، وخيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود، وكان يقول لك يا مبارك يا جبان يا عميل الامريكان، وكان كل شويه البترول بتاع اللي هو الغاز يتدمر اللي هو في العريش، ويطلعوا ضد اسرائيل والهتاف ضد اسرائيل وعند السفاره. كل ده احنا عرفناه لحد حكم الطنطاوي والمجلس العسكري، كان الكلام ده ماشي مظبوط، وكان برضه بيفجروا الغاز وكده. اول ما وصلوا للحكم اصبح شيمون بريز الصديق العزيز، وطبعا صفوت بيه حجازي اللي كان واقف عند السفاره الاسرائيليه وعمال يطلع ولاد طلع نزل علم، بعديها ما فيش ولا مظاهره عند السفاره الاسرائيليه، اللي كان بينادي ويرفع ايده ومش عارف شهداء بالملايين رايحين مش عارف على القدس رايحين، واللي كان بيقولوا ده كله ما سمعناش اي طلقه. بالعكس ده هم التزموا بامن اسرائيل، ومن ساعتها لحد قريب ما طلقش صاروخ واحد من غزه الى اسرائيل الا صاروخ يمينه في الصحراء، خصيصا لما اوباما راح هناك وقال ان القدس عاصمه ابديه موحده لاسرائيل. طبعا ما شفناش حد استنكر ولا حاجه من هذا القبيل. خلاص احنا فهمنا ان هم الكلام ده كله كانوا بيقولوا يا مبارك يا جبان عميل الامريكان، بقى هم اكبر عملاء الامريكان. كان بيقولوا خيبر خيبر يهود، وقف عصام العين ويقول لك اليهود يجوا يتفضلوا عندنا ويجوا، وفاكر ان هي صفيحه بتتخلخل، واحنا عارفين طبعا الكلام ده كله. لكن الغريب بقى اليومين دول الخطاب ابتدى يتغير شويه، بقى الاسلام هو الحل، رجع الاسلام هو الحل. امريكا الجبانه العميله اللي رجعت الكلام تاني خالص، وفاكرين ان الناس هيقتنعوا بهذا الامر. التحول الاستراتيجي في الخطاب بتاعهم ابتدى يخلوه بالفرنساوي، واحد يقف يتكلم شويه بالفرنساوي، اللي قدامه مش فاهمين، لكن هو زي ما يكون بيخاطب الغرب في صوره اللي قدامه. كل اللي قدامه يمكن احنا ثقافتنا قليل قوي مننا نعرف فرنساوي، يمكن اقول لك لو بالانجليزي اقول لك ممكن يعني ايه في شويه من اللي قدامه هيفهمه، لكن فرنساوي عمال يتكلم فرنساوي ومعمم وعمال يتكلم وفتره طويله، طبعا ده عشان يتنقل للغرب ان هو في دلوقتي انقلاب، وده ان هو في الجيش الشعب مرتين ومنقسم على نفسه، والجيش انحاز لطرف والطرف الثاني قوي وكبير، وابتدوا يستخدموا الموضوع ده، ابتدوا يستقوا بالغرب. الحاجه الثانيه لو تلاحظوا ان الخلفيه بتاعت المنصه شالوا منها خالص الصور بتاعت مرسي، وابتدى عملوها بالانجليزي اللي هو انتي كوب، يعني ضد الانقلاب وسهم، وابتدى الحوار يتغير تاني. اللغه بتاعتهم تتبعت بالانجليزي. هم ابتدوا يلعبوا لعبه، لان انا في تخيلي ان دي نهايه الاخوان المسلمين، بداوا من هنا ودي نهايتهم، انهم انكشفوا قدام الناس. يعني حتى الحرب اللي في سوريا سبحان الله رب العالمين، يعني منهم كانوا بيجيب لك، يعني هو من السهل قوي ان هو يضرب يتخانقوا بره ويضرب من داخل الجامع بالصواريخ والار بي جيهات وبتاع الكلام ده، ولو انضرب عليه صاروخ شوفوا ضربوا الجامع، مسكوا الجامع ضربوه. يعني لدرجه ان قريب سوريا راحت محاصراهم وسابت لما السلاح نفذ خالص، حصروا المسلمين جوه الجوامع، حصروهم، يعني يضربوا من جوه الجامع، وعايزين لو ضرب الجامع يبقى مشكله، في حين ان هم قتلوا البوطي، واللي شفنا احنا الفيديو بتاع قتل البوطي، ضربوا الجامع والراجل ما ماتش، دخل واحد وقتله. طبعا ده شفناه في فيديو على اليوتيوب. ده فين الاسلام دول؟ هم عارفين النهايه خلاص. فابتدت تونس تعمل تمرد، ابتدت السودان تعمل تمرد، وابتدت البحرين تعمل تمرد. يعني المسائل ابتدت ماشيه كده. شاط اردوغان ابتدى يشيط ومخه ضرب، والمسائل بقت عامله فين الراجل اللي كان متزن وعاقل وبتاع والكلام ده؟ جاب بتوع حماس وبتوع الغنوش وشويه من الاخوان بتوع هنا وشويه من الاخوان بتوع ما اعرفش تركيا، وقعدوا يجتمعوا يشوفوا ازاي يعملوا. ابتدى يقدم شكوى في الجيش. الاستخواء بالغرب يا اخوانا والله ما هيعمل لكم حاجه. فرحوا اول منصه لما قعدوا يقولوا في سفينتين برجتين جايين، برجتين امريكيتين جم في البحر الاحمر عشان يطلعوا وتكبير وبتاع. ايه ده؟ هم جايين في يضربوا اسرائيل؟ ده جايين عشان يضربوا مصر. وفرحتوا قوي بالمنظر ده. طب انتوا قافعين العالم وعاملين تعملوا بالاعلام وفاكرين انتوا عشان تقنعوا الناس ان انتوا بتعملوا لمصر، وانتوا ما بتعملوش طبعا لمصر خالص، ولا في دماغكم مصر. انتوا في دماغكم مصر لانها هي كانت السلطه اللي خلتكم تودوا لحماس وخلتكم تخبطوا على ليبيا. كل ده ان شاء الله لانه اتبنى على باطل، هيتهد على دماغكم باذن الله تعالى، وهتشوفوا بقى الاسلام المظبوط هيبتدي يظهر، لان انتوا مش الاسلام. والله العظيم ما انتوا الاسلام، اقسم بجلال الله ما انتوا الاسلام، ولا حكمكم كان حكم الاسلام. الاسلام السماحه بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم ده الاسلام، لكن السقوه بالغرب
اللي هو اللي انتوا بتقولوا عليه كافر، وتقعدوا تعملوا عليه وترجعوا لي على كده، وشويه تطلعوا تاني في نفس المنصه، واحد يقول لك وانتوا بتقولوا امريكا ليه وفرحانين من ايه، احنا اعتماد على ربنا. طب وشويه تهتفوا ضد امريكا، وشويه تقولوا امريكا تخرج لنا مرسي، وامريكا برضه البلبله حصلت في حتت يعني بتاع تركيا هو ماله، بتاع ايران هو ماله، هم مالهم وما شأننا الداخلي، دول بيتحرقوا ليه؟ واضح ان طبعا في حاجه كبيره في الاتحاد العالمي للاخوان واجتماعاتكم دي كلها من الغيظ اللي بيحصل، وان شاء الله ربنا جالكم من حيث لا تحتسبوا، وباذن الله ربنا سبحانه وتعالى بالغ امره.